نتاعنا حتى لو ما قدرناش نقضي عليها اليوم نقضي عليها من على عامين ولا ان شاء الله. وهي على كل حال اليوم في مستوى فرنسا. الدول الاوروبيه بدات البطاله تطلع فيها لان دخلوا في ركود اقتصادي، وحنا رانا في نمو اقتصادي. يعني الفارق اللي كان بيناتنا هما صبحت دولة عجوز وحنا صبحنا دولة شابة وما عندناش البطالة كيما هما، وراكم شفتوا ولا عم يتبعوا ولا يسموه. يعني ما عدا يشكروا في رواحهم وهذيك، ولكن العيشة تعيسة عندهم صعبة. عمرهم ولا كانوا يظنوا أن الجزائر أحسن دولة واستقرار. التشويش بالمحيط ديال قصر إيش، النظام العسكري الجزائري كيف ما كنقولوا باللغة الدارجة معول على خلا ضاربو. سلام الله عليكم. النظام العسكري الجزائري ينشر معدات حربية خطيرة، من بينها معدات، لكن في نفس الوقت غادي نشوفوا واحد المقطع ديال الفيديو واللي رسلوه لأحد الإخوان من الشرق، واللي غادي نشوفوا كيفاش أن القوات المسلحة الملكية على أهبة الاستعداد، وكيف ما قلت وما زال ثابت في القول ديالي، في حالة تجرؤ النظام العسكري الجزائري على القوات المسلحة الملكية فغادي تكون النهاية ديال النظام العسكري الجزائري. غادي نوقفوا عند هذا الخبر الخطير بطبيعة الحال من المصادر ديالو، ثم غادي نوقفوا عند واحد الخبر آخر. انتهت المسرحية ديال القطار ديال منجم غار جبيلات. تخيلوا معايا الإخوان والأخوات كيقوموا بالشحن ديال هذوك المقطورات واللي مثلوا بهم أمام عبد المجيد تبون لأنهم جابوهم من وهران، فدابا كينقلوا فيهم بالشاحنات في اتجاه وهران. علاش ما كاين لا سكه حتى شي حاجه، كاين غير الكذوب. هادشي غادي نوقفوا عليه، ثم غادي نشوفوا اشنو كيقول المدرب ديال منتخب نيجيريا واللي واجهنا الاخوان والاخوات في النصف بخصوص اشنو كان خاص يدار في النهائي وبالضبط من عقوبات في حق المنتخب ديال السنغال. لكن عندنا واحد المجموعه ديال الفيديوهات واللي نقدر نقول لكم الاخوان والاخوات من الحلقات القلائل اللي شداتني هستيريا الضحك الى درجه ما كنتش غنشجع، خصوصا واحد المقطع ديال الفيديو واللي نشرته القناه ديال بي بي سي نيوز، واللي كتقول فيه على عبد المجيد تبون بانه يعني السيد صافي لاح الوراق، يعني ما تبقاوش تديو عليه بفصيح العباره. وغادا توقف هذه القناه عند واحد المجموعه ديال المقاطع ديال الفيديو ديال عبد المجيد تبون واللي في الاخير يعني ما بقاش قادره تتعلق بسبب هستيريا الضحك واللي صابتها وهي كتستمتع بالكلام ديال عبد المجيد تبون. فيديوهات اخرى لا تقل اهميه على هذا الموضوع اللي بطبيعه الحال وكيف ما عودناكم دائما ضروري ما نستهلوا بها الحلقه ديال اليوم. لكن قبل كل هذا وذاك رجاءنا الاخوان والاخوات اذكركم بالحركه اليسيره والبسيطه جدا، الضغط على زر الاعجاب، ترك التعليقات ومشاركه هذا المحتوى لتصل رسالتنا الى كل من يهمه الامر. شكرا لكم مره اخرى وندوز مباشره الى التفاصيل. السلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء جديد ومتجدد من قناة كشف الخبر. حلقة بتاريخ مساء الاثنين 10 فبراير 2026. عندنا الإخوان والأخوات ما نقولوا في هذه الحلقة وعندنا ما نشوفوا وما نسمعوا، لكن باش تفتح الشهية لنا جميع فما فيها باس نضحكوا شي شويه مع النظام العسكري الجزائري. وهنا غادي نمشيو مباشره عند عبد المجيد تبون واول مقطع للفيديو واللي غادا تنشروا القناه ديال بي بي سي نيوز. سمعوا لي الاخوان والاخوات اشنو كتقول في حق الرئيس الجزائري واللي بالمناسبه كنقول له لا يخطي علينا والله يخلي لنا بركه. لنتابع. ما فيش بلاد راها دير شي اللي نديرو فيه، ما كانش. اليوم رانا نصدروا بعض الدول ولكن نصدروا معذرة المشاهدين اليوم ما تقررت لوبيراسيون فينيكس. انا التزوير تاع المياه مضمون ان شاء الله ضمن الله عز وجل، ولكن مضمون لمده 15 سنه بالاقل بدون تذبذب. من يشكك بقواه العقليه وبين من يقول انه بلغ من العمر عتيه. اسئله تطرح في كل مره يتحدث فيها الرئيس الجزائري عبد المجيد.
واش في راسكم الإخوان والأخوات بأنه الجزائر اليوم تحولت إلى بلد متقدم واللي غادي في تطور مضطرد، وبأن الدول الأوروبية مجتمعة اليوم يعني أصبحت عجوز، ماشي عجوز لأنه النسبة ديال ذاك أمد الحياة الطويلة، وإنما عجوز لأنها رجعت لور. هذا هو التفسير ديال عبد المجيد تبون. وبأنه النسبة ديال البطالة في الجزائر أقل بكثير من نسبة البطالة بفرنسا، يعني تجاوزوا فرنسا. وبأنه شي حاجة اسم البطالة ما غتبقاش أصلا في الجزائر في غضون يعني بضع سنوات، سنة أو لا سنتين. ضحكوا غير بشوية الإخوان والأخوات. لنتابع. نتاعنا حتى لو ما قدرناش نقضي عليها اليوم، نقضي عليها من على عامين ولا ان شاء الله. وهي على كل حال اليوم في مستوى فرنسا. الدول الاوروبيه بدات البطاله تطلع فيها لان دخلوا في ركود اقتصادي، وحنا رانا في نمو اقتصادي. يعني الفارق اللي كان بيناتنا هما صبحت دولة عجوز وحنا صبحنا دولة شابة، وما عندناش البطالة كيما هما. وراكم شفتوا ولا عم يتبعوا ولا يسموه، يعني ما عدا يشكروا في رواحهم وهذيك، ولكن العيشة تعيسة عندهم صعبة. عمرهم ولا كانوا يظنوا أن الجزائر أحسن دولة واستقرار. أما بالنسبة للناتج المحلي الخام بالنسبة للجزائر، دابا شحال دابا اللي عندنا اليوم راه كيضخموا كيزيدوا في الأرقام وكينفخوا في داك الشيء، وما كياخذوش بعين الاعتبار بأنه القيمة ديال الدينار ديالهم اللي كيحسبوها في مقابل الدولار الامريكي راه هي ديك 1.14، لكن الحقيقه هي 300. يعني ديك الارقام اللي كيصرحوا بها راه خاصك تقسمها، ماشي غير راه تقريبا ما بين النصف والثلث. اي بعباره اخرى اليوم هم يتحدثون على 260 مليار ديال الدولار. غتشد لي هذيك 260 غتقسمها على جوج هي 130، يعني اقل من 130، يعني كتهضر لي على واحد 120 117 الى غير ذلك تقريبا. هذا هو الواقع ديالهم اليوم الحقيقي. لكن في مارس 2024 غيخرج عبد المجيد تبون وقال لهم في النهايه ديال السنه ديال 2025 هذه اللي سالت ودعناها، او البدايه ديال 2026 واللي احنا اليوم في الشهر الثاني ديالها 10 فبراير، قال لك بانه الناتج المحلي الخام للجزائر غادي يوصل ل 400 مليار دولار. صدق او لا تصدق، هذا الرئيس تاع البلاد عباد الله، هذا عبد المجيد تبون امام الصحافه. لنتابع. نوصل ان شاء الله في 2025 نهايه 2025 بدايه 2026 ربما السداسي الاول. نعطيك ارقام اللي تخليك تعتز انك بديت في ان بيي émergent. Tu n'es plus un pays en voie de développement. Fin 2025, début premier trimestre, semestre 2026, le PIB نتاعنا ان شاء الله va dépasser les 400 milliards. العنتريات الارقام المنفوخه ما عرفتش من خميره كيخدموا بها كيعجنوا بها هاد مسخيط الوالدين. فالنصف ديال الجزائريين بحال عبد المجيد تبون، شفتوا الكلام ديالو، والنصف الاخر حتى هو بحال عبد المجيد تبون. وغادي نخليكم غير مع واحد الشخص واللي الله يجازيكم الخير ركزوا لي على السنداله ديالو ومقطع عباد الله وبارك تحيا الجزائر ويموتوا كذا والعواشر هذه والى غير ذلك. راه اليوم كنتاكد صراحه بانه المفعول ديال الاشعاعات النوويه ديال التجارب النوويه الاسرائيليه والفرنسيه بالصحراء الجزائريه المسروقه من بلدان الجوار واللي عارضها المرحوم محمد الخامس طيب الله تراه اليوم كتعطي المفعول ديالها. لنتابع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شعب جزائري، افرحوا بتيروا اشتا طاحت الخير طيح، الرمضان راهو جاي، يا ربي نقوا قلوبكم، الخير راهو جاي، يا ربي هادو اعداء الجزائر ما عندكم ما ديروا، ادعوا عليهم في هذا رمضان ان شاء الله ربي راح يلمنا، راهو جاي الخير، صدقات الخيرات، راهو جاي الخير. تحيا الجزائر،
تحيا الجزائر، الله اكبر، وتحوا الخونه، نقوا قلوبكم وجانب الله اكبر. هذا البلد الاخوان والاخوات واللي ولا يعني نسبه البطاله فيه منعدمه وتجاوز القاره العجوز، يعني كيهضر على اوروبا. غادي نشوفوا التمظهرات ديال هذه القوه واللي صراحه خاصنا ناخذوها بعين الاعتبار، لانه بهذه الصور خاصنا نستافدوا، راه حدانا قوه ضاربه. ملي كنمشيو لشي فيلاج، شي فيلاج اللي ماشي مطور بحال المدن المتطوره بشكل كبير، مثلا كان اتحدث على الرباط، طنجه، فاس، كناس، كذا الى غير ذلك، فبدينا كنشوفوا بانه الاسلاك الكهربائيه وكذلك الاسلاك ديال الانترنت كدوز تحت الارض، ما كتشوفوش، ما كاينش البوطويات. ردوا البال، راه كانوا ما بقاوش، راه هذه سنوات ما بقاوش. لكن لما كنمشيو لبعض الاحياء هكا الهامشيه فمازال كنشوفوا ذاك البوطو ديال الانترنت، الضوله. في الجزائر الاخوان والاخوات ما كاينش غير السلوكه ديال الضوء الانترنت، واخا راه الانترنت ما عندهمش تمايل اللي كدوز في الهواء، والماء كذلك يمر في اسلاك في الهواء. غتجيكم شي شكل حيث تختلط اسلاك ديال الانترنت، الاسلاك ديال الضوء مع الاسلاك ديال الماء. لنتابع. شوفوا الناس كيفاش راه تدي في الماء. شوف هادو تيوات، هادو تيوات تاع ما. شوف 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 شبكة تاع مياه في السما خاوتنا. شوف حنا كنا نشوفو بكري تريسيتي كذا في السما إلا خلات، بصح تيوات تاع ما هكذا رايحين خلاص. سبحان الله وبه الحمد. باش نقربوا بالك انا غلطين. شوف 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 سبحان الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. كاين واحد المجموعة ديال الإخوان واللي كيقول لي أنا الدين ما تعممش، لا راه الجزائريين راه كذا والنظام في شكل والشعب في شكل كذا إلى غير ذلك. وكانوا كيعطيوني المثال بواحد السيد واللي الاسم ديالو بن الشيخ، واللي نتوما كتعرفوه معروف في القناة ديال الهداف، واللي صراحة يعني كيبان يعني عنده واحد الكاريزما وكيقول الحق بين الفينة والأخرى، يعني ماشي بحال الآخرين طبال بديك الدرجة. هاد الشخص الإخوان والأخوات غادي يخرج واحد المقطع ديال الفيديو من القناة ديال الهداف، وغادي يدير واحد التصرف واللي غادي يزيد يثبت للمغاربه هادو اللي كيقول لنا نور الدين ما تعممش بانهم راهم طاصيله وحده الا من رحم. راه دائما كنقول كاين الاستثناءات، الا انه هذا الاستثناء ديال الاحرار واللي كيشوفوا بان الشعب الجزائري خارج التاريخ، وكيشوفوا بان النظام العسكري الجزائري حتى هو خارج التاريخ، وكيشوفوا بانه في المملكه المغربيه، وكيشوفوا الامور كيف ما هي. راه كنقول لكم دائما كاينين، لكن راه ما كيتزاوجوش ولا ما كيتجاوزوش 2 أو 3%. هذا السيد في واحد اللقطه واللي صراحة كتزيد تأكد على الغباء بأنه سلالة عندهم من العمة للخالة، غادي يشد واحد الورقة وغيقطع منها واحد الطريف، وغادي يتهجم على تونس وغيطاول على تونس وغيقول ها هي الجزائر وها هي تونس، هذاك الطريف والحديد قياس. يعني هو كياخذ المعيار ديال قوة البلدان هي المساحة، لا التاريخ، لا العراقة، لا الاقتصاد، لا التطور، لا الصناعه، لا الناتج، ما كيشوفوا حتى شي حاجه. هما دائما متشبتين بالمساحه، بالجغرافيا. واللي الغريب والعجيب يتشبتون بالمسروق، عارفين راسهم بانهم ما عندهم لا تاريخ لا جغرافيا. الجغرافيا ديالهم لا تتجاوز بعض الجزر والمحيط ديال الجزائر العاصمه. هذه الاشياء عادي بالنسبه لنا، بصراحة عادي بالنسبة لنا، وحنا كنعرفوا النظام العسكري الجزائري وكذلك الأبواق ديالو وجزء كبير من الشعب، يعني كنقول واحد 98%. لكن الغير عادي، غير العادي هو أنه تاريخ تونس، تونس قرطاج، تونس الزيتونة، تونس الطب، تونس إلى غير ذلك، ترمات في أحضاء الكابرانات، واللي داها هو قيس سعيد. شوفوا الإخوان والأخوات هاد المخلوق اشنو كيقول في حق تونس، التاريخ والعراقه. احنا هاي الكلمه، احنا هاي الجيري وراكم هنا تونس، وتحبس وحدية قياس. وحاشا التوانسه اللي صالحين واللي يعرفوا يتكلموا واللي عندهم المستوى. احنا بلاد كرة القدم، بلاد كرة القدم ما يجيش احنا في الطوره، من الطوره ورواح من لي زالجيريان في لو هو نيفو. من بعد من هذا مسخط الوالدين وندوزوا الى الفقره ديال الاخبار المتفرقه. هذا إريك شيل واللي هو المدرب ديال المنتخب ديال نيجيريا اللي واجهنا في النصف النهائي، واللي اشنو كيقول، اشنو كيأكد مره اخرى، كيقول اذا غادر اللاعبون المغرب الملعب ل 15 دقيقه تعتبر المباراه خاسره. هما غادروا اكثر،
وكيقول هناك لوائح يجب احترامها، والشجاعة لتطبيقها ضرورية، والخروج المتعمد من الملعب يستوجب بطاقة صفراء. لا هو أوقف المباراة ولا العودة ديال اللاعبين من يدخلوا عطاهم الصفراء، لا شيء من هذا وذاك، غير باش تعرفوا حجم التعسف. نخليكم تتابعوا هذا المقطع ديال الفيديو، عندي أخبار أخرى مهمة تتعلق بنفس الشق الرياضي لنتابع. Les règles pour tout. Et après, il y aurait moins de polémiques. Tu vois, on parle de la finale aussi. Ben, c'est quoi le règlement? Moi, Tu veux dire quand des joueurs moi, je prends pas parti. quittent le terrain pendant 15 minutes et un règlement, c'est match perdu. Voilà, maintenant, il faut entre guillemets, il faut avoir les coronets de... pour Le courage. أجيو تسمعوا لي الإخوان والأخوات الكارثة، والله يجازكم بالخير. أنا راني براسي لبيت النداء ديال أحد الإخوة والأصدقاء واللي طلب مني باش أنني ننشر هذا المقطع ديال الفيديو. هنا أتحدث على محمد السباعي. هاد الناس اللي كانوا النهار كامل هما تابعين الكولاسة والجوساسة والقجعاعة و إلى غير ذلك، غادي يوقعوا اليوم في واحد المأزق واللي ما يمكنش لكم حتى تخيلوه. تبعوا معايا مزيان. الكأس ديال الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم غادا تسدل أو لا غادي تسدل الستار على دوري المجموعات بواحد المباراة واللي غتلعب فيها مولودية الجزائر وماميلودي سانداوز متفقين من جنوب إفريقيا. فالنظام العسكري الجزائري غادي يحرك اللغة ديال المال، وغادي نمشيو عند المحلل ديال المباريات ديال المنتخب ديال ماميلودي سانداوز وغادي يسكتوه بالفلوس. طلبوا منه يعطيهم بالضبط شنو هي الخطة والطريقة وكيف سيتم تنزيل المباراة واللي غادي تكون في النهاية ديال هذا الأسبوع. وقبل وعطاهم الإخوان والأخوات داك الشيء اللي بغاو، لكن ما وقع هو أنه هذا السيد غادي تفضح. واليوم إذا دخلتوا إلى الإعلام الجنوب الإفريقي، شوف كلكم ديروا غير هذا الخبر هذا، حاولوا تكتبوا بالطريقة ديالكم غيطلعوا لكم المقالات باللغة الإنجليزية غير هما. ولي أنا شديت واحد بهم منهم وترجمته إلى اللغة العربية كما كتشوفوا أمامكم، كيقول: صدمة بعد إيقاف نادي ماميلودي سانداوز لمحلل رياضي بسبب مزاعم تسريب معلومات إلى المنافسين. إذا لما كيبقى تابعك الكولاسة ولا القجعاعة وكذا وإلى غير ذلك، فوزي القجعاعة كفاسي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فاس، والله العظيم يتحدثون عن أنفسهم. ونقدر نزيد نأكد لكم بكل حيادية وبكل موضوعية، الألقاب اللي داتها مصر والألقاب اللي داتها الجزائر وجزء كبير من الألقاب اللي داتها تونس كلها داوها بطريقة لا تمس لكرة القدم بصلة. فاليوم تخيلوا معايا لو أن هذا الخبر الجزائر ضاربين طم، الإعلام ديالنا ناعس على ودنيه ما كاينش، أما في جنوب إفريقيا زوبعة. فماذا لو تبنى الإعلام ديالنا الممول من أموال دافعي الضرائب ويعطيك بالحجة وبالدليل؟ ويلي احنا دابا غير مع بعضياتنا، كل واحد راس ماله فيبر أوبتيك وتليفون، ورغم ذلك خالقين لهم ضجيج. فاضغط على زر الإعجاب إلا كنت مازال ما ضغطتي، خلي هذا الفيديو انتشر بشكل كبير. دائما وفي إطار الأخبار المتفرقة، 13 في هذا الشهر موتسيبي دعا لواحد الاجتماع اللي غادي يكون كذا 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 إلى غير ذلك، واللي باغيين يوقفوا من خلاله على واحد المجموعة ديال الخروقات وكذا وهذه وقلت لكم بأنه هذا الاجتماع يعني كيزيد يأكد على أن ما ارتكب في حق المنتخب المغربي فهو مجزرة تحكيمية. فأشنو وقع اليوم الإخوان والأخوات؟ العديد بل العشرات من رؤساء الاتحادات الكروية كلهم مقدمين اعتذار، ما بغيتش يحضروا، غير باش تعرفوا يعني. وهنا راه دائما ما أعود إلى موتسيبي، فهو إنسان صالح. خلينا ملي كيقولوا الضحكة الصفراء ولا شيء من هذا القبيل، اللغة ديال المال لا تغري، واحد من أثرى الأثرياء ديال العالم، بل الاستثمارات ديالو في الولايات المتحدة الأمريكية في الدول الأوروبية لا تعد ولا تحصى. السيد نزيه، السيد باغي يمشي إلى الكرة الأمام، لكن الأمين العام ديالو هو اللي شاد بزمام الأمور، هو يعني هذا يحكم والآخر هو الذي يسود، وهو اللي كيطبق الأمور. وبالتالي فكيحاول كيفاش أنه يخلص الاتحاد الإفريقي من المستنقع أو الضفدع من المستنقع، إلا أن الضفدع متشبت بالمستنقع ديالو. من متفرقات كذلك الأخبار،
فاجيو نوقفوا عند هذا المقطع ديال الفيديو اللي غادي نشوفوه دابا. هذو الاخوان والاخوات هم المقطورات اللي تقدموا امام عبد المجيد تبون، وكانوا ملصقين فيهم بلاستيك وكاتبين فيهم حديد غار جبيلات، وقال لك اسيدي راهم جايين من تيندوف، وهو استقبلهم في بشار على اساس صفق عليهم وكذا، وخداو الصور وغادي يطلعوا الى وهران. زادوا غير شي شويه لقدام راني عطيتكم، وحطوهم تما هضروا وصوروا كذا، ما خلاو ما قالوا. ودابا بما انه ما كاين سكه حديد لا والو، رغم انه قال لك راه وصلات، فهزوهم الاخوان والاخوات كيف ما كتشوفوا في الشاحنات، وغادي يضربوا بهم الطريق. عندهم واحد السيمانه ولا سيمانتين باش يوصلوا لوهران ويباشروا العمل ديال المناكسات المسرحيه. تمت بردعه بوصبع ازرق بطريقه مكتمله، انتهى الكلام. فرح بوصبع ازرق على شاكله يعني هذيك الوعود اللي كيعطيها لهم عبد المجيد تبون، 400 مليار دولار، البطاله والى غير ذلك. يحس بواحد هكا وكترجع الامور الى سابق عهدها. الى دخلتوا الاخوان والاخوات الى يعني المنصه ديال الاكس او الفيسبوك، غادي نصيبوا النظام العسكري الجزائري خدام بواحد الطريقه. شوف راه داكشي ديال السوء والله العظيم يعني راه متفوقين بواحد الشكل كبير. كيخدموا بمنهجيه، يعني فين ما كان شي خبر من لا شيء كيحاولوا يصيبوا منه خبر كبير. الهدف هو التغطيه على الانتكاسات ديالهم. واجي نقول لكم غير واحد جزء من هذه الاخبار. اول شيء شوفوا لي الجريده ديال الخبر هذه ديال الكابرانات، تاسيس اتحاديه الصحراء الغربيه في ارض الجزائر. يعني يا ابو الاصبع الازرق كيقول لك النظام العسكري الجزائري الا سمعتي بانه شي حاجه سميتها السياده المغربيه ومقترح حكم ذاتي صافي، وبانه راه كذوب، راه داكشي راه ما منوش. ها هو اليوم تاسست الاتحاديه، بحال اللي نقولوا الاتحاد ديال مرتزقات البوليزاريو لكره القدم. نزيد نعطيكم صور اخرى اوراس. شوفوا لي الصوره امامكم. وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية يصل إلى أديس أبابا بتكليف رئاسي للمشاركة في الدورة 48 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. ياك لكن ركزوا لي، شوفوا لي الصورة الأخرى وجهه كي داير، شوفوا لي حالته كيف داير، وكأن على رأسه الطير. بل الأكثر من هذا وذاك. أجي نعطيكم أخبار أخرى دائما في إطار البردعة. لا باتري نيوز كتقول رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي يستقبل سفير جمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لدى الجزائر. خطر الطرفان تناولا العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين، شعب الجزائر الجنوبية والجزائر الشمالية. باش انت يا ابو الاصبع الازرق لما تسمع اخبار يا خو هذاك شي غير بروباغندا، ما منه حتى شي حاجه، غير تخربيق الحقيقه ماشي هي هذه. الحقيقه هو انه راه الجمهوريه ديال كذا راه ستنال الاستقلال ديالها وانتهى الكلام والى. والعديد الاخوان والاخوات من الاخبار المضحكه والمضحكه جدا. لكن انا اقول لابو الاصبع الازرق العالق في الوحل، الملف ديال الصحراء المغربيه راه تم حسمه وتم اقفاله مباشرة بعد الكلمة ديال صاحب الجلالة يوم 31 من أكتوبر، واللي اختاروا وأقر به كعيد للوحدة الوطنية في المملكة المغربية. والمغرب لا يتسرع، يعني لما تعلن على عيد الوحدة القرارات اتخذت في السابق وتم التأكد من هذا الأمور وانتهى الكلام. اليوم نحن في إطار مناقشة واحد المجموعة ديال الأمور تقنية وفنية لا أقل ولا أكثر. راه دائما انا كتعجبني نعطي الامثله لانه كاين الناس اللي ما كيستوعبوا الا بمثال. خديتي القرار انك تبني الدار ديالك، ياك بنيتيها صافي انتهى الكلام. هذا هو البناء ديال الوحده الوطنيه، انتهى الكلام. لكن هناك امور تقنيه، واحد كيقول لك ولا دير البوانيات دوك الصفرين، الاخر كيقول لك دير البوانيات ديال الانوكس، واحد كيقول لك اسيدي لا ما ديرش حتى كاع البواني ديال الحلقه تولي غير بالابليكاسيون. امور فنيه. اما القرار ديال البناء والتشييد وكذا انتهى. فالنظام العسكري الجزائري داخل معنا اليوم حتى في التفاصيل وما زال كيدفع بأبو الأصبع الأزرق إلى التشكيك. أجيو تسمعوا لي واحد الخبر قريبا جدا ستسمعون بأن الغاز والبترول ديال الجزائر اللي راه كيوصل لإسرائيل بطريقة انتم عارفين غادي يوصل وفوق من هذيك السفينة الراية ديال الجزائر. غتقول لي يعطينا مثال. هل للنظام العسكري الجزائري جرأة وتشدد في الخطاب ديالو تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بحال فنزويلا مادورو؟ تقول لي لا. فاليوم